السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم من جديد في عالمكم المتواضع، عالم دوجة. نتمنى أنكم تكونوا بخير وصحة وسلامة. اسمحوا لي خبرت عليكم هاد اليامات لظروف خاصة، واخبرتني، ولكن الحمد لله. اليوم إن شاء الله كنت غادي نحضر معكم هاد الطبق ديال الحوت. حوتة معمرة في الفران مع خطيرة مخلطة، اللي جاو رائعين وزوينين بزاف. نتمنى أنكم تجربوهم واقتصاديين في نفس الوقت وعلى قد الجيب مهم سميتو بلا زوين. نتمنى أنكم تتابعوا معايا الفيديو. اليوم هنايا عندنا واحد القبطة ديال القزبور المعدنوس، المهم نقرطها نص قبيطة. هنا عندنا مليحة، سكنجبير، بزار، تومة. هنايا الفيرميسيل سلقتها، والطويمة ديال الزعفران. هنايا ومليحة، وهداك الطحالب البحر. هنايا دوك خضيرة اللي سلقتها وكرطتها درتها في الطاوة وجدتها. المهم القوام هو باين ليكم، مليحة، بزيرة، سكنجبير، شوية الفلفل البابريكا، شوية الكمون، شوية ديال السكنجبير. المهم خلط هاد الخليط كاملو ودرتو هكا شوية ناشف باش بغيت الحوتة تكون دايرة، ما تكونش فيها دايرة، تكون ناشفة شوية. المهم هنايا خلط الخليط وغادي نقسمو. غادي ندير نص في ديك الحشوة اللي مع الكنمر وهذا والفيرميسيل ودوك طحالب البحر. غادي نخلط كلشي هذاك الخليط. المهم درتهم في هاد البلا هادي. جاتني هاد السوبيرة دايرة صغيرة، بدلتها. هما خلطتهم كاملهم وغادي نعمرهم بهذيك الحوتة. الحوتة راه نقيتها غسلتها مزيان. غادي ندير في هذيك الحشوة ونشفتها في نفس الوقت، حيت بغيتها ما بغيتهاش وراه طلقات الماء، طلقات زعما المرقة ديالها، البليلة ديالها، باش يكون الحوت رطب، ماشي قاصح، يطيب دغيا، وفي نفس الوقت يكون رطب، ما يكونش هكاك شاربو الفران. هنايا عمرتها ودرت ليها هنا ديك لاصوص ديالها، وزدت فيها مطيشه، ديك الخليط ديال القوام، وزدت فيه مطيشه صافي. غادي نخلطو مع هاد سميتو باش تطلق لينا ديك المريقه ديالتها بنينه. وزدت فيها شويه ديال زيت العود، درتها فوق منها، وغادي نخشيها في الفران. جات الحقيقة الله رائعة وسهلة في نفس الوقت وبنينة. المهم أني خطيتها بهاد الورق ديال الطبخ، بابي كويسون، وندخلها الفران طيب ونرجع معكم. ونتمنى هاد الوصفة تعجبكم، وما تنسوناش من لايك. الله يجازيكم بخير.
فضلا وليس أمرا، وواحد البصيمة من يديكم وشركم مبروكين، و... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.